تعالي اقولك، لو انتي صاحيه من النوم ومكسله تعملي اكل او عايزه تجددي في الطريقه اللي انتي بتعملي بيها اللحمه او زهقتي من طرق اللحمه التقليديه، هنعمل النهارده طاجن لحمه بالبصل. سهل وخفيف وما بياخدش اي وقت في تحضيره. بس انتوا هتلاقوني في الفيديو عامله كروب لستبس كتيره علشان كنت بعمل الاكل وانا مستعجله. هنجيب اللحمه هنقطعها قطع صغيره وهننزل نديلها تشويحه في السمنه نحمرها، ولما بتاخد لون هننزل عليها ببهارات هكتبها لكم تحت في الكابشن، وهنغطي اللحمة بالمية ونسيبها تكمل سواها. وبعد ما بتكون اللحمة حوالي 3/4 سوا بننزل عليها بشوية بصل حلوين كده متقطعين جوليان، وبنديلهم كده تقليبة ونزود عليهم بهارات ونغطيهم تاني بالمية ونسيبه يكمل سوا. وبعد كده انا نقلت اللحمة بتاعتي في طاجن وغطيته بالورق الفايل ودخلته الفرن يكمل سوا على درجة حرارة 180 لمدة حوالي نص ساعة. وده بيكون شكله لما خرج. انا كنت مستعجله قوي وانا بصور فما صورتش كويس وفي حاجات ما صورتهاش، بس حقيقي هو طعمه حلو جدا وجربوه والف هنا.